ازيكم يا جماعة، أنا بكلمكم من الجنينة النهاردة أهو. فيو 360 درجة. آه عشان تغيير، نوع من أنواع التغيير. أنا هكلمكم إمتى الواحد ممكن ينجح، إمتى الواحد ينجح. هي دي الحاجة اللي أنا هكلمكم عليها النهاردة. ولو عندكم كومنتات في الموضوع دوت يا ريت تكتبوها في الكومنتات تحت. ف هحكي لكم قصة صغيرة عن نفسي. انا طول الوقت كنت فاكر انه التحدي هو ده الحاجة اللي انا محتاج اعملها طول حياتي، ان انا اتحدى بقى الشخص اللي قدامي دوت والطالب اللي جنبي في المدرسة وزميلي اللي في المدرسة. طول الوقت في تحدي كده ان انا اجيب درجات اعلى من الشخص دوت، وهو لو جاب درجات اعلى فلا، مش هينفع الكلام دوت وبتاع. ودي حاجة اتربيت عليها، او بمعنى اصح كلنا بنتربى عليها في المدرسه. بس انا بحب اتكلم عن نفسي، اتربيت عليها اللي هو لا، لازم تجيب اعلى من زمايلك عشان تخش الكليه ديت، ولو ما خشتش الكليه ديت يبقى مش هينفع وبتاع والكلام ده. وانا بتكلم كده عشان بتكلم عن نفسي، او بتكلم في حاجه فعلا مريت بيها. ف... فالمشكله انه دي خلت عندي نوع من انواع الشحنه السالبه للناس اللي حواليا. فانا مش عايز كده، دي مش حاجه حلوه يعني ان انا يبقى عندي شحنه سالبه كده، ممكن تبقى تسميها افكار سلبيه او الكلام دوت. ف فلغايه لما ادركت انه بالقرايه وبالسؤال وبالمعرفه وكل الكلام دوت، وصل لي انه عشان انجح محتاج ان انا اساعد الناس ان هي تنجح برضه. ولما اساعد الناس، يعني الناس اللي حواليا، الناس القريبه مني، واي حد محتاج مساعده اساعده آه بجد في الحاجه اللي هو محتاج يتساعد فيها، ساعتها انا هبقى نجحت، ساعتها هبقى خطيت خطوه للنجاح بتاعي. ف وانت كمان لو انت عارف او انت في الحته بتاعت انه التحدي ده هو دي الحاجة اللي انت محتاج تعملها في الحياة عشان تنجح في حياتك، انا هقعد بقى. فدي الحاجة اللي انت مش محتاج تعملها. والمشكلة يعني المشكلة بتاعت الكلام دوت ان انت بتوصل لحتة انه لا، لازم اكسب الناس كلها او ابقى احسن من الناس كلها وبتاع، وفي نوع من انواع الشحنة السالبة بينك وبين الناس كلها عشان تنجح. فمش هي دي الطريق ان انت تنجح فيه. الطريق ان انت تنجح فيه ان انت تساعد اكبر عدد من الناس في الحاجة اللي انت بتحبها، او في الحاجة اللي انت عارفها كويس. يعني طول ما الحاجة اللي انت بتحبها انت قاعد بتعملها من غير ما تحس بالوقت والمجهود وكل الكلام دوت، فساعتها هتعمل الحاجة ديت بإتقان شديد عشان جربتها كتير. حاجة بتحبها فأكيد جربتها كتير، وأكيد بتجربها كتير، وأكيد حابب إن أنت تجربها. فهي دي الحاجة اللي أنت تساعد بيها الناس بقلب بقى. ف عن طريق ان انت تصور فيديو زي دوت، عن طريق ان انت توصل لهم في سيشن مثلا، تقول لهم لايف كده في سيشن. غير ايدي عشان تعبت. و وتبدأ بالناس القريبة منك، وتكمل بقى للناس اللي حواليك في كل حتة. واي حد يطلب منك مساعدة تساعده بجد. يعني ايه بجد؟ يعني ما يبقاش في حتة ان انا لا هخبي معلومة معينة مثلا عشان المعلومة دي مش هينفع تطلع غير بشرط معين او الكلام ده. فهي دي السر بتاع النجاح، ان انت تساعد كل الناس اللي حواليك بجد. شكرا ان انت سمعتني، وشكرا ان انت سمعتيني، واحب ان انا اختم سلام.